وفي الناحية التانية سلمى بتضرب الهودي من تاني وبتطلع ورا كنزي بتتمرن زيها وبتستناها تدخل الحمام، ومن الحمام اللي جنبها بترش عليها مية نار عشان تخليها ما تنفعش لا لموسى ولا لحد خالص. المسلسل بيبدأ بسلمى وهي داخلة المشرحة عشان تشوف جثة سيف، وفي الوقت اللي بتكون فيه حزينة وبتعيط وبتقول له ليه مشيت وسبتني لوحدي، بتدخل أمه وهي عمالة تزعق وتتهمها إنها السبب في موته وإنها ما كانش ينفع تدخل حياتهم من الأساس. سلمى بتروح النيابة وبيتحقق معاها، وفي التحقيقات بيتوجه لها تهمة قتل جوزها سيف. بتنكر ده وبتأكد إنها لا يمكن تعمل كده وإنه انتحر، ولما بتتسأل عن طبيعة العلاقة بينهم قبل ما يموت بتقول إنها كانت طالبة الطلاق وإنهم في الفترة الأخيرة كانت العلاقة بينهم مش أحسن حاجة. قبل بقى ما نعرف اللي حصل وليه العلاقة بينهم كانت وحشة، اتأكد الأول إنك عملت اللايك والشير واشتركت كمان في القناة وفعلت الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. فنجان قهوتك الرايق ويلا بينا عشان نفهم. سلمى بتحكي للظابط إنه قبل ما ينتحر كان بيشرب وبيتحايل عليها تديله فرصة تانية، على كلامها كان بيغير عليها زيادة وعشان كده طلبت الطلاق. سيف لما سلمى رفضت تكمل معاه نط من البلكونة وانتحر، والظابط قفل المحضر على كده وأمر بدفن سيف. ده موسى بطل سباحة، ودي كنزي اللي مدام عايدة أم موسى عاوزة تجوزها له. مش عارف أجيبها لك إزاي بصراحة، بس تخيل معايا موسى مش مدي ريق لكنزي اللي هتموت عليه. بطل ضحك بقى، المسلسل مش كوميدي. ودي دينا صاحبة سلمى اللي بتحاول كتير معاها عشان تخرج من جو الكآبة اللي بقت فيه من بعد الحادثة. دينا بتحاول تقنع سلمى تبطل تلبس الهودي اللي تقدم بيه إمام عاشور وبن شرقي وترجع بقى تلبس لبس بنات وكده. دينا أخيرا بتقنع سلمى إنهم يروحوا عيد ميلاد هايدي صاحبتهم، وهناك واحد بيتقدم لهايدي عشان يتجوزها، فسلمى بتفتكر سيف وبتنكد على دينا وعلى اللي موجودين وعلينا كلنا. ده عز تقريبا أبو موسى، واللي أمه مخبية عليه إنه لسه عايش ومفهماه إنه ميت عشان عز كان شغال في المخدرات. لما عز بيطلب منها إن تقول لابنه عليه وتعرفهم على بعض بتقول له ابعد عننا يا إما هسجنك. سلمى بتقرر تروح لدكتور نفسي عشان تحاول تتخطى المرحلة دي، وعشان عايدة دكتورة نفسية شاطرة سلمى بتروح لها العيادة وبتقعد تحكي معاها، وبنتفاجئ ان سلمى بتقول لها ان جوزها ما انتحرش زي ما هي كانت قالت وان هي اللي قتلته. الدكتورة بتتصدم وبتسألها قتلتيه ليه وازاي، فبتقول لها ان هي اللي زقته من البلكونة، وبنكتشف ان القصة اللي حكيتها للظابط في التحقيق كانت العكس. سيف هو اللي كان عاوز يسيبها عشان زهق، وهي اللي حاولت تعمل كل حاجة عشان تخليه ما يطلقهاش، لكن هو كان تعب خلاص من شكها ومن طريقتها، وعشان هي ما عرفتش تقنعه يفضل معاها قالت له ايه زهقت يا روح امك، حطت له مخدرات كتير في المشروب ولما دروخ زقته من البلكونة. دكتورة عايدة بتكتب لها مهدئات وبتقول لها اشوفك الاسبوع الجاي، وهي بتقول لها وبتأكد عليها يا ريت محدش يعرف حاجة عن اللي انا قلته. بعد ما بتمشي سلمى من عند دكتورة عايدة بنلاحظ سلوكها الغريب، يعني واحد يعاكسها تكسر له عربيته بكل برود، تروح تقرر تعمل شعرها وهي حالتها متغيرة عن الأول، حاجة غريبة جدا. وفي الناحية التانية دكتورة عايدة بتاخد رأي دكتور كبير في اللي سمعته من سلمى، وهو بيقترح عليها إنها لازم تبلغ النيابة، أصل دي جريمة قتل وما فيهاش شرف مهنة والكلام الفاضي ده. عز بقى اللي نفسه ان ابنه يعرف عنه كل حاجة قرر يروح له، بيقابل موسى وبيقول له انه كان يعرف ابوه من اسكندرية وانهم كانوا صحابه وكمان بياخدوا تليفونات بعض. وعايدة لما بتعرف الكلام ده بتهدد عز من تاني، لكن عز شكله كده مش فارق معاه اي حاجة. في الفترة دي دينا صاحبة سلمى بتعرفها على وليد، حبها وكان سبب في انها طلعت من مود الكآبة اللي كانت فيه، ولما رجعت بعد غياب شهرين لدكتور عايدة دخلت عليها بشكل غير اللي كانت عليه في الزيارة الأولى. دكتور عايدة فكرت ان سبب التحسن هو العلاج، لكن بتتفاجئ ان سلمى ما جابتش العلاج اصلا، لا وكمان بتقول لها ان سبب تغيرها انها دخلت في قصة حب. دكتورة عايدة بتتوتر جدا وبتحاول تجرجرها في الكلام، لكن سلمى بتاخد بالها ان الدكتورة بتسجل لها وعاوزة توقعها، ولما بتعيد عليها الكلام انها قتلت سيف بتلاقيها بتكرر باصرار ان سيف هو اللي انتحر، وبتقوم تمسح كل التسجيل من تليفون دكتور عايدة وبتديها بصة مرعبة كده وبتاخد بعضها وبتمشي. في الوقت بقى اللي بنكون مشغولين مع دينا وعصام اللي مش سايبها في حالها ومصمم انهم يكملوا مع بعض بالعافية، بنلاقي موسى داخل على امه وفي ايده سلمى، ماسكين ايد بعض كده وسلمى بتبتسم وبتقول لها ازيك يا طنط. عايدة بتتصدم من علاقة ابنها بسلمى وبتدخل على المطبخ، سلمى بتدخل وراها على انها يعني رايحة تسيح السليج وكده، وبتدخل وتقول لها على كل حاجة. سلمى راقبتها وعرفت ان عندها ابن وقررت تقرب منه عشان تضمن انها مش هتبلغ عنها، لكن لما اتعرفت على موسى حبته بجد وهو كمان حبها جدا، ودلوقتي هما الاتنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض.
دكتورة عايدة بتقول لها ابعدي عن ابني بدل ما اقول له على كل حاجة، فبتقول لها ساعتها هقتله وتبقى انت السبب في موته. لم الدور كده واحسبي كلامك وخطواتك عشان ما تندميش. سلمى بتتعشى وبتلطف الجو مع موسى وبتمشي، وهو بيطلع لامه بيتعارك معاها عشان طبعا مش فاهم ردة فعلها. الولية يا عيني من الصدمة ما بقتش عارفة تتصرف ازاي. موسى تاني يوم بيحاول يلطف الجو مع امه، لكن هي مصممة انه ما ينفعش يتجوز واحدة ارملة. بيطلع موسى يقابل سلمى وبيقضي معاها وقت حلو، لكن لما بيرجع البيت بيلاقي امه جايبة كنزي وامها عشان تحاول تشيل سلمى من دماغه. بيخلع منهم وبيحكي لسلمى على اللي حصل، وهنا بنلاحظ تحول سلمى اللي حست ان موسى هيضيع منها. بتعرف منه اسم كنزي وبتدور عليها على الفيس وبتقفل معاه عشان تنام. عايدة بتقابل الدكتور اللي شار عليها الشورى بتاعة التسجيل والنيابة وبتقول له على كل حاجة. بيقول لها عرفي ابنك طيب على الحاجات دي، فبتقول له هتقتله وانا ما اقدرش اخاطر بحياة ابني. فبيقول لها خلاص هاتي اسمها وانا هجيب لك عنها كل حاجة، نمسك عليها اي حاجة ونهددها بيها وتغور بقى وتبعد عننا. سلمى بتضرب الهودي بتاع بن شرقي وبتطلع على الجيم اللي بتتمرن فيه كنزي، بتراقبها وبتعرف عنها كل حاجة وبتبدأ كمان تجهز خطتها. في الوقت ده الدكتور بيكون جايب لعايدة عنوان ام سيف اللي سلمى قتلته. بتروح تقابلها واول ما بتسمع اسم سلمى بتتجنن وتزعق، وعايدة مش بتلحق تتكلم معاها في اي حاجة. وفي الناحية التانية سلمى بتضرب الهودي من تاني وبتطلع ورا كنزي، بتتمرن زيها وبتستناها تدخل الحمام، ومن الحمام اللي جنبها بترش عليها مية نار عشان تخليها ما تنفعش لا لموسى ولا لحد خالص. سلمى بعد ما بتركب عربيتها بتعيط كتير، بعدين بتضحك وتحط ميك اب. ايه يا سلمى في ايه؟ وفي الناحية التانية كنزي الحرق طلع من الدرجة التالتة، يعني هيسيب أثر في وشها. بتنهار طبعا لما بتعرف والدكتور بيحاول يهديها، وعايدة بتعرف موسى بكل اللي حصل. وموسى بيقول كمان لسلمى اللي بكل براءة بتقول له مين المؤذي اللي عمل فيها كده؟ لازم يا موسى تروح تطمن عليها وتقف جنبها، البنت بتحبك وانا واثقة فيك، اقف جنبها وساعدها واعرف مين المؤذي ابن المؤذي اللي عمل فيها كده. يا طيبة يا حنينة. ام سيف بتاخد الكارت اللي سابته لها عايدة وهي بتكرشها، بتتصل بيها وتحذرها من سلمى اللي ممكن تعمل اي حاجة في ابنها. وما بنبقاش عارفين ايه اللي ورا سلمى، هل اللي بيحصل ده بسبب حادثة سيف ولا هي اصلا كان عندها مشاكل من قبل كده وكانت مغفلة سيف زي موسى دلوقتي. سلمى بترجع على البيت بعد السهرة اللي كانت مع موسى، وبنشوفها وهي بتفتكر وهي صغيرة ابوها كان دايما بيتعارك مع امها وبيضربها وكان بيهددها انه هيسيب البيت، وهي كانت بتخاف وبتستخبى، والموضوع ده كان مأثر على نفسيتها. والله شكلها هتطلع هي اللي قتلتهم في الاخر. موسى بيرجع البيت وامه بتتعارك معاه وبتدخل تنام، وتاني يوم بتروح لعز اللي بنتفاجئ انه عمه مش ابوه، وعشان مش بيخلف عاوز موسى يعرف كل حاجة عنهم ويشيل الشغل من بعده. عايدة بتطلب منه انه يعرف لها كل حاجة عن سلمى، وهو بيقول لها تمام كل حاجة هتكون عندك بالليل. سلمى بتروح لعايدة في العيادة وبتلمح لها انها هي اللي شوهت كنزي. عايدة بتخاف جدا على ابنها وبتتصل بعز، بتستعجله وتقول له انجز بقى هات المعلومات اللي عايزاها عن سلمى. سلمى بتقعد تتكلم مع دينا صاحبة عمرها عن موسى وصاحبه كمان اللي بيحاول مع دينا، فدينا بتقول لها لا موسى مختلف، راسي كده ومحترم وبيعرف يلبس ويتكلم. وسلمى بتبص لها البصه اللي كلنا بنبقى عارفين اللي هيحصل بعدها. يا سلمى دي صاحبة عمرك، اهدي بس البت مش قصدها حاجة بلاش تتسرعي. بالليل عز بيكلم عايدة وبيقول لها خدي الفلاشة دي فيها كل حاجة عن سلمى، وكمان فيها كل حاجة عن سيف جوزها اللي اتهموها في قتله. ومش بس كده، دي كمان فيها معلومات عن خطيبها اللي كان قبل سيف. عايدة بتاخد عنوان كريم خطيب سلمى اللي كان قبل سيف وبتروح له، بتدخل وتقعد تستنى تقابله، واول ما بتدخل بتتفاجئ انه رجله الاتنين مقطوعين، قاعد على كرسي ومش بيطلع من البيت خالص. وبس كده يا معلم، خلصت على كده اول 4 حلقات من مسلسل اقامة جبرية. عاوزين دعم ولايكات وشيرات عشان نكمل المسلسل الجامد ده ونسخن مع بعض كده بكام مسلسل عشان مسلسلات رمضان بإذن الله. وبس كده، سلام عليكم.